السيد الرئيس، معالي الوزير، معالي السادة الوزراء، وزراء الدول المغاربية المحترمين، معالي السيد الأمين العام، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا في المغرب، مقر الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، وأتمنى لكم مقاما طيبا وداعيا العلي القدير أن يكلم أشغال هذه الدورة 31 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد بالنجاح والتوفيق. وأغتنم هذه الفرصة بأن أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن بالصحة والعافية على فخامة الرئيس الجزائري السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأن يعجل بشفائه، وأيضا بشفاء زميلنا السيد عبد القادر مساعد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الشقيقة، والذي كان بودنا أن يشارك معنا في أشغال هذه الدورة لولا الوعكة الصحية التي ألمته.